الأب والذي هو أغنى رجل في العالم، والأم جنرال برتبة 9 نجوم، لم يدركا أن ابنهما عانى في الوطن لمدة 20 عاما الآن، وقد حقق كلاهما الشهرة والنجاح. قررا العودة لزيارة ابنهما، ولكن فجأة انفصلا لمدة 20 عاما. التقى الاثنان مجددا وما زالا ينظران إلى بعضهما البعض باستخفاف بمجرد لقائهما. بدأ كل منهما يسخر من مظهر الآخر، ولكن عندما سأل كل منهما عن مكان ابنهما صدما على الفور. اتضح أنه بعد الطلاق كان كل منهما يعتقد أن ابنهما يعيش مع الآخر، ونتيجة لذلك تركا الصبي وحيدا في الريف فقط عندما جلب لهما الإيدز مقاطع فيديو لابنهما. شعرا أخيرا بالندم العميق. اتضح أن الصبي كان يعيش على جمع القمامة منذ أن كان في ال5 من عمره. الآن كان يعمل في أعمال شاقة في موقع بناء لتغطية نفقاته. بعد أن علموا بمدى صعوبة حياته، أراد الوالدان على الفور تعويضه سرعان ما عثر رجال الأعمال على الصبي. عندما علموا أنه سيحضر حفل تخرج صديقته في فندق، اندفعوا إليه في حالة ذعر. طوال الطريق كانوا في حالة تأثر شديد، قائلين إنه مهما حدث عليهم تعويضه بمجرد رؤيته. في هذه الأثناء كان الصبي غافلا تماما، لا يزال يعمل بجد لتوفير المال لشراء منزل لصديقته. عندما علم أنه يوم تخرجها، أخذ إجازة من رئيسه مرتديا ملابس عمله المتسخة. وصل إلى المأدبة، لكن بدلا من ذلك كرهته صديقته ووالدتها، حتى أنهما قالتا إنه كان مصدر إحراج لها أن الصبي لم يكترث بازدرائها. أنفق نصف راتبه السنوي لشراء قلادة لها، لكنها لم تنظر إليه حتى، وأسقطته أرضا، حتى أنها حاولت طرده. لحسن الحظ وصلت صديقتها المقربة في الوقت المناسب وشرحت كل شيء. دعت الصبي لإسعاد المرأة، لكن كانت المرأة جاحدة وقالت صراحة إن الصبي الذي لم يذهب إلى المدرسة لا يستحق أن يكون هناك. حاولت إبعاده مجددا خوفا من إغضاب حبيبته. التقط الصبي القلادة من الأرض وابتعد عن المأدبة. سألها أحد الأشخاص القريبين منزعجا: كيف تعرفين عاملا مهاجرا؟ وبينما كانت صديقتها المقربة على وشك كشف الحقيقة، أوقفتها المرأة وأعلنت علنا أنها لا تعرف هذا النوع من الأشخاص. وسرعان ما بدأ حفل التخرج. صعدت المرأة إلى المسرح لإلقاء خطاب قائلة إنها لم تكن لتنجح لولا مساعدة شخص واحد. عندما سمع الصبي الذي لم يذهب بعيدا ظن أنها تتحدث عنه فانفعل، ولكن عندما أنهت خطابها وذكرت اسم الرجل الغني صدم الصبي تماما، لأنه لم يكن هو فحسب، بل كان وريثا ثريا معروفا. ولما رآهم يتبادلون الود على المسرح لم يستطع الصبي تحمل الأمر فاندفع. صعد الرجل الغني إلى المرأة وسألها عما يحدث، فكذبت قائلة إن الشاب مهووس بها وأنه يطاردها بلا هوادة، لكنها لم توافق على مواعدته. حتى والدتها بدأت تسخر من الشاب قائلة إن عاملا مهاجرا لا يناسب ابنتها المتعلمة. فلما سمعت ذلك لم تستطع صديقتها المقربة تحمل الأمر، فقالت إنه على مدار كل هذه السنوات ساعد الشاب الأم وابنتها مرات عديدة، حتى أن الشاب دفع رسوم دراسة المرأة وبشكل غير متوقع لتتزوج الشاب الغني. واتهمت صديقتها المقربة بعلاقة غامضة مع الشاب وسألتها لماذا ستدافع عنه. صمتت الصديقة المقربة للحظة، وفي تلك اللحظة رأى الشاب حقيقة الأم وابنتها، فانقطعت علاقتها بالمرأة على الفور. لكن المرأة لم تهتم وظلت تحاول إبعاده عنها. قال الشاب ذلك طالما أعادت له مبلغ 200,000 دولار من الرسوم الدراسية فسيغادر على الفور. لم تنطق المرأة بكلمة، وسكبت كأسا من النبيذ الأحمر على وجه الصبي. قالت إنه نبيذ فاخر ثمنه 500,000 دولار للكأس، والآن دفع دينها. قالت الصديقة المقربة إن المرأة بالغت في الأمر وحاولت أخذ الصبي بعيدا دون سابق إنذار. أوقفهما الرجل الغني فأمر حراسه الشخصيين على الفور بمحاصرتهما. قال إن الصبي أفسد حفل التخرج، خطة للمرأة، حتى أنه طلب من الصبي أن يركع ويعتذر وأن يلعق كل خطوة يخطوها دون أن يكترث لاعتراضات الصبي. أمر رجاله بتقييده، وبينما كان الصبي يقاوم أسقط عن طريق الخطأ صورة عائلية من طفولته على الأرض. رآها الرجل الغني وبدأ يهين والدي الصبي. عندما علم أن والدي الصبي مطلقان وأنهما يغسلان الأطباق في الخارج أو ينظفان المراحيض انفجر جميع الحاضرين ضاحكين. لكن الصبي أراد فقط استعادة صورته. لم يرفض الرجل الغني إعادتها فحسب، بل طالب أن يركع الصبي ويتوسل إليه. لما رأى الصبي يرفض هدد بتمزيق الصورة. لم يكن أمام الصبي خيار سوى الموافقة. توسل إلى الرجل الغني أن يعيد الصورة. فجأة مزق الرجل الغني الصورة أمامه مباشرة. نظر الصبي إلى القطع على الأرض وانفجر باكيا. في اللحظة التي كان الرجل الغني على وشك التنمر عليه مرة أخرى وصل والداه في الوقت المناسب لإيقافه. تعرف الصبي أيضا على والديه. احتضن الثلاثة بعضهم البعض بشدة وبكوا بمرارة عند رؤية ذلك. أمرتهم المرأة بالمغادرة بسرعة وعدم إزعاجها مرة أخرى. ارتبك والدا الصبي بشدة. عندما أخبرهما الصبي بكل ما حدث أدرك أخيرا حقيقة المرأة لم تكن مغرورة وجشعة فحسب، بل حرضت الرجل الغني على التنمر على ابنهما. قررا على الفور أن يلقنهما درسا. لما رأيا أن والدة المرأة لا تزال تجهل هويتهما الحقيقية حتى أنها صرخت عليهما إلى وجوههم